38 كم منتخب راح يكون 60؟ لا 200. هذا الواضح انه يبي يزيدون بعد. لا حتى لو يزيدون يعني توقع احنا نتأهل. ما حبيت الفكره ان شاء الله ان شاء الله يا رب نتأهل. 42 فريق ما حبيت الفكره. 48 شوف الفكره حلوه اذا انت تحضر وتطالع وبالذات حلوه حق المدربين اللي راح يستفيدون منها. بس مو حلوه وين؟ مو حلوه لما يطلع لي فريق يقول لي مثلا انا انجازي اني تاهلت الدور الثاني. حرفيا هو مو متاهل الدور الثاني. لما من 48 تروح الدور 32 انت معلش مو هو الانجاز اللي كان مو هو الانجاز اللي كان لما كنا 32 رحت ال 16. يعني مو مثل السعوديه 1924. طبعا ما يكونش تارجت طبعا. على الاقل تارجتك ال 16 اقول لك هذا تاهل فعلا. بس يعتمد يعني كابتن فهد يعتمد من فريق الى فريق يعني صح يعني صح. هايتي تأهل الدور الثاني بالنسبه للانجاز. بالنسبه للانجاز منتخب اردني اول مره يوصل لكاس العالم يتأهل الدور الثاني بهالطريقه انجاز، خصوصا اذا كانت مجموعه صعبه. اتفق معك. وانا صراحه اذا دام جبت سيره المنتخب الاردني بتكلم عن منتخباتنا العربيه. منتخباتنا العربيه الحاليه اللي شفناهم يلعبوا في كاس العالم بعد الجوله الاولى صدقني يمكن باستثناء الشوط الثاني اللي لعبوه تونس. الشوط الثاني لأنه لعب شوط أول خلينا نقول نوعا ما مقنع. بقية المنتخبات كلها كانت ثقيلة في الملعب. الجميع حتى الجزائر خسر 3-0 لكن فريق عنده هوية في الملعب. الأردن خسر في المباراة لكن عنده شكل وعنده هوية في الملعب. فالصراحة يعني تحية لمنتخباتنا العربية. حتى العراق يعني كان 1-1 خطأ الحارس المرمى ولا شوية كلهم كانوا في شكل في يعني تحس هذا المنتخب لا متمكن او دارس او عارف الهويه اللي هو بيلعب فيها. فمنتخباتنا العربيه انا توقعت انه ممكن يطلع لي منتخب الله يوفقهم ان شاء الله. اي والله نتمنى حسابيا الحين اغلب الفرق العربيه لها تشانس انها كلهم حتى قطر يعني ترى هذه الامور تصير. يعني انا ذاك اليوم اشوف في وسائل التواصل الاجتماعي تعرف احنا الحين وصلنا الى جيل او زمن ان كل شيء يضخم بشكل كبير وكل شيء يقلل منه بشكل كبير. فاليوم خسارة المنتخب القطري أكيد ما حد يتمنى هذه الخسارة، ولكن هي قد تكون دافع وحافز أنك أنت اللعبة القادمة تقدم مباراة ممتازة ولحد الآن أنت عندك فرصة تأهل يكسب يصعد. بالضبط. بس أنا أتوقع في نتيجة تهدمك. نتيجة ألمانيا على البرازيل أتوقع تكسرت حاجز أي نتيجة كبيرة. يعني الحين صار أي نتيجة كبيرة تقول البرازيل خسر 7-1. حتى برشلونة بايرن ميونخ 8-2. شلون باريس حتى ليفربول حرفيا هي فعلا صحيحة القاعدة. لما البرازيل بلد المستضيف يخسر من ألمانيا 7-1 حطوها لك اللي مساع الجاكبو. طيب اسلم. فلما حرفيا البرازيل يخسر من ألمانيا 7-1 طبيعي النتائج الثانية راح تكون أي نتيجة كبيرة راح تكون منطقية وعادية. منتخب قطر في الظروف اللي شاف المباراة مع الطردين خسر 7 مع فريق صراحة محترم نفس المنتخب الكندي صاحب الأرض. صاحب الأرض وفريق قوي يعتبر فريق قوي.